السلام عليكم لكيف ان شاء الله راكم بها احوالكم وراكم صح عزكم لكيف طمنوا عليكم ان شاء الله تكونوا بها وبافضل الاحوال. صح فطورك صح سحورك في الوقت تتفرج في الفيديو. رانا في العشر الاواخر يسمى اغتنم الفرصه عزيزي عزيزتي المشاهده. رمضان راهو رايح ولازم في العشر الاواخر هذو على الاقل نغتنموا الفرصه. وكما ربي سبحانه قال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يسمى خوتي خواتاتي جيت نفكرك ونذكرك باش على الاقل تستغل هذه الايامات هذو. واش بقى خوتي باذن الله الخميس والجمعه رانا معيدين. يسمى خوتي ان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال وبارك الله فيكم. ان شاء الله ربي يفرحكم كما فرحتوني باسم الله ما شاء الله. رانا 53,000 اخ واخت في القناه هذه. كلمه شكر قليله بزاف وانما في هذه العواشر ان شاء الله ربي يفرحكم كما فرحتوني. فيديو اليوم عزيزي المشاهده على معلق تاعنا الجزائري حفيظ الدراجي. حفيظ الدراجي يا خوتي راني ماركت باللي كل ما نتفرج ماتش ما راهش كاين هو ما راهش هضر بزاف. خوتي حوست على الموضوع هذا وشي اللي صرا خوتي شوكاني بزاف مانيش فاهم علاش ما كانش الناس اللي هضرت عليه. لان كل ما نتفرج ماتش لعبه ريال مدريد ومانشستر سيتي ما كانش، لعبه البارسا ما كانش. خوتي كنت نستنى في التعليق تاعو السيد راهو لاباس به الا انه حوست عليه خوتي ما كانش. فاذا بيا خوتي نحوس في التيك توك في لي ريزو شي اللي صرا تشوكيت خوتي من الشيء اللي صرا ومن القرار اللي داروه. خوتي بدون اطاله بلا ما نطول عليكم ديروا لنا لايك شاركوا في القناه تفعلوا الجرس فيديو كل يوم باذن الله على 6. ما تنساش تعرفوا ندير في الانستغرام هاو لكم اللي كيف الشاشه. مرحبا بكم ذم اخوتي شرفونا. اهم حاجه في الفيديو تعلم صلي ولنا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وخوتي اخواتاتي الاعزاز ان شاء الله ربي يفرحكم. شوف ما ندي من عندك وقت لا والو اهبط اشتراك في القناه فرح ابن البلد تاعك. خلينا نشوفوا الشيء اللي صرا حفيظ الدراجي علاش ما ولاش يعلق في قنوات بي ان سبورتس الاخباريه تاع قطر. خوتي ما عاد في كرة قدم، ما عاد في كرة قدم لا مدريد ولا برشلونة حتى يرجع حفيظ دراجي على البي ان سبورت. من ايامت نحن كنا نعمل فيها سياسة وكرة قدم ابي ايقاف حفيظ دراجي معلم بس لانه حكى كلمة. شو دخلوا اخي خلاص انت فصيل هاي عن هاي يلا والعوة يا رجال. كما كنت تشوفوا خوتي الانسان هذا بارك الله فيه كامل الوطن العربي متفقين انه واحد من افضل معلقين الرياضيين المحللين لكرة القدم هو حفيظ دراجي. حفيظ دراجي خوتي هو جزائري ولد بلادنا. شوفوا خوتي حفيظ دراجي على حسب ما طلعت هو حكى موقف سياسي وموقف سياسي هذا ما حكاش فيك شما ماتش والله حكاه في الكون تاعو تاع الانستغرام. هدر وقف مع ايران وقال بلي ايران عندها الحق الا انه دولة قطر بالك ما عجبهاش الحال منا وقال لك بلي اقالوه وطردوه منا. وراكم تعرفوا خوتي الهدر تاع لي ريزو كيفاش تسمى كل واحد يزيد البهارات من عنده. هو حكى كلمة الحق وكلمة الحق كي حكاها هذاك هو رايه الشخصي. وانما ليكيب على حسب ما شفت الاخبار اللي راهي تدور قال لك باللي دولة قطر ما عجبهاش الحال كي حفيظ الدراجي وقف مع دولة ايران على الشيء اللي راهو يصرى كي وقف مع ايران ضد دويلة الامارات والعرب ومنا ديريكتومون قال لك باللي هذا الانسان جاسوس وعميل. والله اعلم اخوتي. وانما هذه الاخبار اللي راهي تدور وهذا هو الشيء اللي راهو يدور في لي ريزو. اسمع احنا دوك ما راناش سير اسكو السبه هذه هي السبه الحقيقيه انه حاليا ما راهش يعلق وانه صح تمت الاقاله تاعو من قنوات بي ان سبور. والله لا ما نقري خوتي هو المعلق رقم واحد والناس كامل تحبه شئت ام ابيت. هو الوجه الاعلامي لقنوات بي ان سبورت اخوتي لانه بالتعليق تاعو اثاره الجدل راهو يلحق حتى للغرب ماشي غير العرب بركو حبست لا بالتعليق اخوتي وبالاثاره الغرب وراهو يعجبهم فما بالك بالعرب. طبعا الحرب الامريكيه الاسرائيليه على طهران وردود فعل ايران في منطقه الشرق الاوسط خطفت الاضواء سياسيا ودبلوماسيا واعلاميا وعسكريا عن كل المجالات. ولكن هذه الحرب أيضا يبدو أن ستكون لديها امتدادات رياضية على مشاركة المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. قبل 100 يوم عن الموعد بدأ فيه كلام طويل وعريض في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى الفيفا حول إمكانية غياب المنتخب الإيراني عن المونديال. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تحدث عن إمكانية غياب منتخب بلاده عن المونديال بسبب الحرب. ترامب قال أن هذا الأمر لا يعنيه تماما يحضر أو يغيب، بالمعنى يحضر أو يغيب الأمر لا يعنيه. الفيفا بدأت الآن تفكر في كيفية تعويض المنتخب الإيراني، تعويضه بمنتخب آخر آسيوي قد يكون العراق أو الكويت أو ترك مجموعة بلجيكا ومصر ونيوزيلندا مجموعة من 3 منتخبات. قرار لم يتخذ بعد. كما كنا نسمعوا كيما على بالنا خوتي بلي حفيظ الدراجي كلمته عندها صدى كبير في الوطن العربي. يسمى اي حاجه يقولها الناس تقتدي به. وراكم على بالكم اخوتي هو كان معلق رياضي وكجزائري وخوتي احنا على بالنا بالجزائريين مستحيل نشوفوا المنكر نبقاو ساكتين عليه الا انه فينا العقليه هذه عكس الدول العربيه انهم يشوفوا في المنظر ويبقاو ساكتين. شايف وديروا في بالكم اللي كيف ما نقدرش نتمناو الشر يولد بلادنا مع البرانيه. شايف ما نقدرش نجيو نقولوا يستاهلوا منا لا عكس الجوارين اخوتي اللي راهم يكومونتيو
الشح ويستاهل، ان شاء الله ربي يصفي قلوبكم، ان شاء الله ربي يعطيكم شويه عز. اما الذل راكم فيه، لانه من اللي بدا هذا الشيء وهم يكومونتيو قاعدين يقولوا شاهو منا ويستاهل، لانه اخوتي خارج فيهم. راني نقول لك باللي من نهار المغرب ما داتش هذيك البطوله، من نهار الروينه والبلبله، راني نقول لك باللي حفيظ الدراجي في عقبهم امهط. تم ايقاف معلق حفيظ دراجي ابن الجزائر بس لانه حكى كلمه الحق. ليش اوقفتوه؟ انا مدريدي وبحكي لكم ليش اوقفتوه. المدريد مش ما بحبوش، لا يا زلمه اقسم بالله انه هذا ابن الجزائر المعلق يتم احترامه خاصه بعد الموقف اللي عمله. ليش؟ عشان حكى كلمه الحق بتوقفوه. اقسم بالله ظلم اللي صار مع حفيظ الدراجي، اكبر ظلم يا اخي. والله اني قهرت عليه يا زلمه. ليش ابن الجزائر يتم معاملته بعد كل السنوات اللي عملكم اياها؟ بالاخر هيك يتم طرده ويتم منعه عن التعليق. حفيظ الدراجي احنا كلنا معك، اقسم بالله انه تم ظلمك. في وقت الشده يبانوا رجالك. شايف انا ما نجيش نقول لك باللي الوطن العربي ما فيهش رجال، الا انه اخوتي واحد يحمد ربي انه كان رجال توقف مع كلمه الحق، وكامل على بالهم باللي هضر في كلمه الحق على الشيء اللي راهو يصرى، لانه خوتنا في الوطن العربي راهم شايفين واش كاين، وراهم على بالهم باللي الناس كامله راهي ساكته، وعلى بالهم باللي الناس كامله راهي انسحبت، وعلى بالهم باللي كامل الناس تما في الوطن العربي كاين اللي باعوا القضيه. يسمى خوتي حفيظ دراجي واش دار؟ كلها قلبه خرج هدر وقال باللي ايران عندها الحق، وما رانيش فاهم انا دوله قطر علاش غاضها الحال. على كل حال ما نقري راهم كامل يقولوا باللي الامن والامان، خاصه كذبه الامان في دوله الامارات. انا خاوتي الامارات هذه عبك باللي وراك والزمن طويل، خاصه عزبات تاعنا اللي ما يسواوش، ما نقري هذوك السوسيالات والصوص ميزون هذوك تهنينا منهم، فكا منهم اخوتي. ما مصير المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي؟ السؤال يشغل رواد مواقع التواصل بعد انباء تداولوها عن استبعاده من عمله كمعلق رياضي في قناه بي ان سبورت المملوكه لقطر بعد تغريدات له بشان الحرب الامريكيه الاسرائيليه مع ايران. طيب ما الذي جاء بالضبط في هذه التغريدات؟ أكثرها إثارة للجدل كان تغريدة يبدو أنها حذفت، لكن طبعا التقطها رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام العربية وأعيد نشرها بكثافة بعد ذلك. جاء فيها: كان يمكن لإيران أن تكتفي بضرب تل أبيب ردا على العدوان الأمريكي، وأن تحصر ردها في نطاق المواجهة المباشرة مع من تعتبرهم أطرافا في الهجوم، بدلا من توسيع دائرة التصعيد باستهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة. فمثل هذا الخيار كان سيجلب لها التضامن العربي والإسلامي ويجنبها استفزاز جيرانها، ومع ذلك يبقى الوقوف مع إيران ضد العدوان واجب. يقول: بعدها عاصفة من الغضب أطلقتها التغريدة في دول الخليج ولا سيما قطر، فاعتبر البعض أن ما كتبه دراجي يعكس تعاطفا مع إيران رغم استهدافها قواعد عسكرية أمريكية ومواقع أخرى داخل قطر وعدد من الدول الخليجية. وأتبع دراجي هذه التغريدة بتغريدات أخريات على ما يبدو تداركا للموقف، يقول فيها إن على إيران إيقاف هجماتها على الخليج، وإن ما تقوم به حاليا سيجعلها تخسر الحرب والعرب على حد تعبيره. لكن هذا لم يساهم في إطفاء الغضب على مواقع التواصل والمطالبات بإقالته من منصبه في بي إن سبورت ذات الملكية القطرية. هذه بعض الآراء. رسام الكاريكاتير القطري سعد المهندي يقول: بعض الحاقدين في الخليج تفضحهم تغريداتهم المؤيدة لإيران، هذه فرصة تاريخية لدول الخليج لتطهر نفسها منهم. أما عبد العزيز: وقف أنت معاها يا حفيظ وأصبح وجودك غير مرغوب بيننا. على السوشيال ميديا تم تداول الأنباء عن إيقاف دراجي في بي إن سبورت، وغذى ذلك غيابه عن تغطية مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل التي كان من المنتظر أن يعلق عليها بحسب مواقع الرياضة. أما حفيظ دراجي فنفى الأمر لصحيفة المصري اليوم كاشفا عن سبب غيابه قائلا التالي: ليس هناك أي أساس للصحة بشأن أنباء إيقافي أو منعي من التعليق على المباريات عبر قناة بي إن سبورت. وأضاف: أنا حاليا متواجد في قطر وليس الجزائر، وحاصل على إجازة مرضية لمدة أسبوعين. ليس لدي علم حتى الآن بجدولي في التعليق على المباريات خلال الفترة المقبلة، وسيتم التنسيق فور عودتي من الإجازة. الحمد لله خوتي، اخبار يفرح ان معلقنا الجزائري حفيظ دراجي مازال اخوتي يزيد يمهاتهم، خاصه المغاربه الجوارين هذوك. انا حيروني بعض الناس اللي راهم في الخليج اللي راهم ياكلوا من وذنهم. راني نقول لك بلي المغرفه يجي بيسر بها منا. هو واش قال باللي تمنينا لو كان ايران تستهدف ديريكتومون الامريكان، قال على الاقل راح يلقاو التضامن العربي، ماشي يروح يستهدفوا هذوك القواعد الامريكيه اللي راهي في الوطن العربي. قال لي انه هذا الشيء راح يخلي الوطن العربي كامل ضد ايران. بصح واش قال باللي بصح شي راه يدير فيه يخليك توقف مع ايران ورد فعل الرجوع
الرجولي اللي راه يدير فيه ايران ضد الاحتلال وضد الامريكان، قال لك باللي هذا الشيء يخليك شئت ام ابيت انك توقف الصف تاعها وتوقف مع ايران ضد الناس اللي ما يسواوش. وحيروني بزاف الشعوب العربيه وخاصه الخليج، قال لك باللي كيفاش راه يهضر كيما هكذا وباين باللي راه كونترنا، لانه هذا الناس اخوتي الله الغالب عليهم، شغل هما راهم شايفين الظلم منين وشايفين الحقره وين راه يدور، الا انه ما غافهمش الحال. حفيظ الدراجي المعلق حفيظ الدراجي خرج ولم يعد 72 ساعة وانت تغادر المكان اللي عزك وسواك واشهرك وسوالك كيان وانت كنت بلا كيان يا حفيظ الدراجي، ولا مكان لك في الدول العربية، سمعتك في الحضيض يا حفيظ الدراجي. 72 ساعة 72 ساعة انتم متعودين، حتى المشاهير يجونكم، المشاهير اللي يقعدون في المغرب يقعدون شهور، اللي يجون للمغرب يقعدون شهور، لكن المشاهير اللي يجونكم يقعدون 72 ساعة. واخر مشهور واكبر مشهور في العرب والشرق الاوسط وعالميا جاء المغرب وقعد 41 يوم تحديدا، وجاكم قعد 5 ايام، يوم رايح ويوم راجع، و72 ساعة قعد في بلدك يا حفيظ الدراجي. يعني انت لك 72 ساعة وتغادر الارض اللي سوتك وحطتك. الحاجه اللي حيرتني ان الناس في الوقت هذا ما ولاوش يخافوا الميمز، ما ولاوش يخافوا التبهدايه، لك شايف يخرج لك عزبه كيما هذا او اللي يبيع الدبشه ما يعرفوش، ما نكذبوش على ارواحنا خاوتي، هي صح بين سبارو منا بصح اخوتي انا واحد من الناس لو كان ما يعلقش حفيظ الرجع على ماتش يكون مليح نحبس صوتك، شايف نقبل اني نسمع صوت الجمهور، والله نسمع واحد يقول لك ازيك وخذك بقى كيبورد عربي انجليزي، رانا شايفين المعلقين كيفاش دايرين، هو راه شايف الناس الظالمه، بصح حفيظ الرجع كيهضر في كلام الحق وكيهضر في الواقع، وقال بلي لازم نوقفوا مع ايران ضد العدوان. العزبات هذو اللي يبيعوها للغرب ويعبدوا الغرب رانا شايفين كيفاش يفرحوا انه يحكموا واحد من الرجال اللي ما حبش يبقى ساكت، اما هذو مذلولين في الدنيا وفي الاخره العز يتمنوا فيه اكثر من الماكله. واش راح نقول لكم اخوتي، الحمد لله انه حفيظ الدراجي ما اقالوهش، والحمد لله يا ربي انه راهو لاباس، وان شاء الله اخوتي يولي خير من اللي كان، وان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويخفف عليه. اما الحوثالات هذو راني نقول لك باللي دوك يولي بارك يشفيها ربي سبحانه وتشوف كيفاش يدير لهم غير السنه. افوالا خوتي وصلنا لافان تاع الفيديو، في لافان تاع الفيديو ذا خوتي ديروا لنا لايك، شاركوا في القناه، تفعلوا الجرس، فيديو يوميا باذن الله على 6. ما تنساش تعرفوا ندير في انستغرام، هاو لكم اللي كيف الشاشه. مرحبا بكم مثل ما اخوتي جرفونا. اهم حاجه في الفيديو تاعنا نصلي ولنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهذه اللي كيف وصلنا لافان تاع الفيديو، بقى لي نقولكم تعرفوا وعدتكم خوتي، نشوفكم في الفيديو الجاي. بيس.